مبروك، المدام حامل، بس مش في طفل واحد. توأم 2 5. يعني مش فاهم. أنا بتكلم بجد، أنت حامل في 5 أهو. 5. السلام عليكم. تخيل كده معايا لو مسلسل كارثة طبيعية حصل هنا في أمريكا، بمعنى إن زوج وزوجة دخلهم محدود، عندهم 7 أطفال وكمان لقوا طفل عليهم بقوا 8 دفعة واحدة وموجودين في ولاية كاليفورنيا أو في مدينة سان فرانسيسكو. هل المشاكل اللي هيواجهوها في مصر هتكون زي المشاكل اللي هيواجهوها هنا في كاليفورنيا أو في مدينة سان فرانسيسكو؟ هنتكلم عن ده مع بعض. يوميات منزلية. الفصل الأول، الزوجة راحت تكشف عشان تعرف هي حامل ولا لا، وأول ما بتروح المستشفى تكشف عند الدكتور بيلقى إن في حمل، مش بس طفل واحد، دول 7 توائم. مبروك. بس هنا ايه المفروض يحصل؟ لازم تعرف ان لو الاسره دي من محدوده الدخل زي ما كان في المسلسل بالظبط، هو شغال في شركه اتصالات وهي شغاله جرافيك ديزاينر، بس الفكره ان هم دخلهم قليل. ايه اللي هيحصل معاهم؟ اول حاجه هيقدروا ان هم يخشوا في الميديكيل. الميديكيل ده هو التامين الصحي الشامل والمجاني للفقراء، وده اكبر دعم موجود في ولايه كاليفورنيا. ده بيغطي ايه؟ اول حاجه يا سيدي عندك زيارات الدكتور، يعني الام وهي حامل من حقها ان هي تروح تزور الدكتور بصفه دوريه، اعتقد كل شهر او كل اسبوعين، انا مش متاكد من حاجه زي كده، ويكشف عليها ويكتب لها على ادويه وكل ده. تاني حاجه السونار، هتقدر ان هي تعمل سونار معظم الوقت كل ما تيجي المستشفى او زي ما الدكتور عايز من غير فلوس. الادويه هتاخد كل الادويه هتكتب لها، يا اما تستلمها من المستشفى يا اما تستلمها من بول جرينز او الصيدليه، كل الفيتامينات والحاجات اللي هي محتاجاها. الولاده الطبيعيه هنا هتروح المستشفى هتولد طبيعيه. وعلى فكره الناس اللي بيولدوا هنا في امريكا بيحبوا قوي الولاده الطبيعيه. القيصري هنا او سي سكشن هنا مش منتشر قوي. طب لو الولاده قيصريه برضه هتولد قيصريه. التامين الصحي ده هيشيل حتى الولاده القيصريه. الاقامه في المستشفى، في غرفه هتكون موجود فيها الام بعد الولاده في المستشفى مع رعايه كامله من ممرضين ودكاتره وكل حاجه. طيب غرفه العنايه بالاطفال ما بعد الولاده، الغرفه دي او الحضانات مثلا هيكون برضو دي كلها متوفره في المستشفى، وهيكون كمان في متابعه بعد الولاده للام لمده سنه كامله مع علاج للاطفال لحد سن 18 سنه. يعني مثلا لو فكرنا ان ده هيكون مشكله من قدامهم، ده مش هيكون مشكله تماما. خد بالك ان الولاده هنا والمصاريف دي كلها ممكن توصل $100,000 من اول ما عرفت ان هي حامل لحد سنه كامله، او الطفل لما يكون عنده سنه كامله، او 7 اطفال هنا لما يكون عندهم سنه كامله. ده لو طفل واحد ممكن يوصل $100,000. ما بالك بقى دلوقتي ان هي عندها 7 اطفال، كل ده هيكون متغطي كامل، مش تدفع ولا حتى $1 واحد، ولا $1 واحد هيدفع لحد ما يكون الطفل عنده سنه. خلصنا من الفصل الاول، هنروح دلوقتي للفصل الثاني واللي هو ما بعد الولاده. ما بعد الولاده ده حوار، يعني لبن، يعني اكل، يعني حفاضات، يعني علاج للاطفال، يعني رعايه صحيه للاطفال. كل ده هيخش تبع برنامج اسمه WIC. ده برنامج اسطوري بيحصل لدعم الاطفال. اول حاجه اللبن هنا ممكن توصل كرتونه اللبن مثلا من 30 ل $40، يعني هي في الافريج ده او في الرينج ده. اللبن الاطفال بيكون موجود وبيتاخد من الصيدليه وبيتصرف مجانا. تاني حاجه البيبي فود، في بعض الاكل اللي بياكلوه الاطفال، انا ما اعرفش الاطفال بياكلوا دلوقتي، بس على ايامنا كان سيريلاك وهات لنا ريري، هات لنا منه باكو 2. فهنا كمان حتى ده بيكون مدعوم ومن غير اي فلوس. تاني حاجه الاكل الصحي للام نفسها، دي واحده بترضع برضه وبتكون تعبانه بعد الولاده، خصوصا لما يكون عندها 7 اطفال، هيكون في اكل صحي
موجود، هيكون في حبوب الاطفال بياكلوها، الام انا اسف بتاكلها الصبح، اللي هي الحبوب اللي بتاكل الصبح دي برضو هتكون موجوده. تاني حاجه العصاير، هيكون في عصاير واكل ممكن الام تحصل عليه مفيش اي مشاكل، والفاكهه والخضار ده كله هيجي من الحكومه او كمان من بنك الطعام اللي المفروض ان اللي هو بيكون مسؤول عن الاكل اللي بينزل لكل الاسر، خصوصا لو اسره عندها 7 اطفال مره واحده. يعني انت بتتكلم ان لو قلنا مثلا ان علبه اللبن او كرتونه اللبن بتتكلم في مثلا $28 $20 $30، بتتكلم في $700 $750 كل شهر، انا اسف كل اسبوع للاطفال دول، يعني $3000 في الشهر بس للبن للاطفال. فكل ده برنامج الWIC بيغطي تماما. تاني حاجه كارت الاكل. ايه كارت الاكل ده او SNAP؟ كارت الاكل ده بيكون في كارت كده بياخدوه عامل زي مثلا بطاقه التموين بتاعت زمان، دي بيكون عليها من $1200 $1500 شهريا. الاكل ده بتشتري بيه ايه؟ بتروح بيه سوبر ماركت بتشتري بيه لحمه، خضار، فاكهه، حليب، جبن، بيض، خبز، اي حاجه انت عايزها بتروح السوبر ماركت بتشتري بيه كل ده. معاك من $1200 $1500، ده طبعا بيكون على حسب الدخل اللي بيدخل للاسره دي. ثالث حاجه هي الحفاضات. وحش قوي النوع ده يا استاذ، ما تجيبوش. يا ستي وحش ولا حلو احنا هناكله وفي الاخر يعني هيتملي ايه؟ خلاص. طب هاخد باكيتين بقى، ايه رايك؟ اهو. ودي اكتر حاجه الناس بتصرف عليها فلوس. يعني على ايامي كان في كوافيل، لكن دلوقتي عندنا الحفاضات واللي مش عارف ايه ورسومات وبتاع وبتنور وبتعمل في الضلمه وبتهز ومش عارف لما يعمل الحمام يطلع فيها لون، حاجات كده غريبه الواحد مش فاهمها، بس احنا كنا في راحه. الستات عندنا زمان كانوا الواد يعمل اللي مش عارف ايه وبعدين تتغسل وتتنشر وتتحط في الغليه، ليله كده كبيره قوي سعادتك جين مش هيعرفوا الكلام ده. طيب كرتونه الحفاضات دي اللي بيحصل فيها هنا بقى جه الحل الجامد جدا. عندك حاجه يا باشا اسمها سان فرانسيسكو دايبر بانك، عاملين بنك للحفاضات. يعني كل مولود هيتولد هياخد لغايه سنتين هياخد كرتونه كل شهر. الكرتونه دي يعني هتفضل موجوده معاه كل شهر، يعمل بقى زي ما يعمل علينا وعلى نفسه مش هتفرق. فبتتكلم في ان اسره عندها 7 اطفال او 8 اطفال دلوقتي هياخدوا حوالي 14 كرتونه شهريا. ده مبلغ رهيب جدا لحاجه زي كده. الفكره كده ان الجزء بتاع الحفاضات خلاص اتشال، هو مش بيكون مجاني 100% بس ساعات بيكون مجاني 100%، بس حتى لو هيدفع حاجه ممكن يدفع حاجه رمزيه جدا، بدل مثلا ما يدفع ممكن $30 في الشهر مثلا لكل الحفاضات دي. مع ان انا اعتقد ان كرتونه الحفاضات الواحده بتعمل لها مثلا $35 حاجه زي كده، فبتتكلم $35 في 7 اطفال، ده موال كبير قوي. فهو لما يدفع $30 في 14 كرتونه، لا انت كده مجازيه معاك قوي وانت كده تعتبر ما صرفتش حاجه يعني. الفصل الثالث هنا بقى جينا لحاجه اسمها الكاش ايد. ده من الاخر كده فلوس شهريه بتروح للاسره دي. في الاول لما اتكلمنا في الفصل الثاني عن الكارت بتاع الطعام، ده كارت لصرف طعام، يعني هو مش بيدي لك كاش، لكن الكاش ايد ده هيخش للكال ووركس بروجرام، وده فلوس بتتاخد شهريه للاسره دي. الكاش ايد هنا حجم المبلغ قد ايه انا مش متاكد منها، بيكون مختلف على حسب الايجار وعلى حسب المرتبات اللي بتنزل للاسره دي اللي عندهم دلوقتي تقريبا هم 9 افراد. طيب الكاش ايد ده يقدر يصرف بيه ايه؟ كل حاجه، يدفع بيه ايجار، يدفع بيه انترنت، يجيب بيه ملابس، يجيب بيه اكل، يجيب بيه تليفون، يجيب بيه اي حاجه، مواصلات، كل حاجة عايز يصرفها هتيجي من الكاش ايد ده. هو مش او الاسرة دي مش هتتكلف اي حاجة. الفكرة هنا احنا عايزينكم تعيشوا بكرامة، احنا عايزينكم ما يكونش عندكم مشكلة، انتوا عندكم هم اكبر بكتير وهو تربية ال8 اطفال دول. فاحنا هنخليكم على قد ما نقدر ما تشيلوش هم ان يكون عندكم 7 اطفال، لان احنا في الاول وفي الاخر عارفين ان ده مش ذنبكم، انتوا ولدتوا 7 اطفال. حتى لو انتوا عندكم اطفال كتير ده في حد ذاته مش مشكله في البلد هنا، بالعكس احنا محتاجين ناس كتير بدل ما احنا بنستخدم عماله من بره. فدي الفكره المسيطره او الهدف من الكاش ايد او من البرامج اللي موجوده دي كلها. يعني بتتكلم ان اسره ايجارها مثلا ممكن يوصل ل $5000
دولار مثلا، في الاخر هتلاقيهم دافعين 800 دولار بس، لان باقي الفلوس اتدفعت من الكاش ايد يعني. وكمان الاكل هيتغطى الاساسي للاسره، كمان الفلوس اللي هتتاخد عشان تدفع مكان الاكل والانترنت وكل حاجه دي. كل الكلام ده كله هيكون بتوفر للأسرة دي بشكل كويس، بشكل كريم، مش هتبقى عندهم أي مشكلة تماما. الفصل الرابع هي الفلوس اللي بترجع للأسرة دي. يعني إيه؟ دي بقى الصدمة اللي محدش يعرفها. يعني إيه تاكس ريفاند؟ يعني إيه هيرجع لي فلوس تاني؟ بص يا معلم كده، الأسرة دي اللي عندها 9 أطفال لما خلفوا 7 توائم ومعاهم طفل لو في الشارع، ممكن يرجع لهم بعد شهر إبريل من 20 ل 25 ألف دولار. ده حقيقي، انا مش بهرج. طب ازاي ده؟ ده بيجي له عن طريق اول حاجه التشايلد تاكس كريدت. ده نوع من الدعم للاطفال الفقراء، وده بيكون حوالي 2500 دولار او 2500 دولار على كل طفل. فانت بتتكلم في 7 اطفال او 8 اطفال مع 2500، احسبها انت بقى يطلع لهم مثلا حوالي 15 16 17000 دولار. ده اول حاجه. في كاليفورنيا نفسها في حاجه كمان بتحصل، دعم للطلاب او اسمه Young Child Tax Credit. ده بيكون دعم للأطفال، يعني مثلا ممكن بتتكلم من 1000 ل 3000 كل سنة للأطفال. فالأسرة دي هتوصل مثلا ل 25,000 دولار بعد شهر إبريل دعم. دي بتكون زي زقة ليهم عشان يبتدوا السنة الجديدة من غير ديون ومن غير أي مشاكل، وده بيحصل كل سنة. ده كله بيتاخد من دافع الضرائب. أنا مثلا بدفع ضرائب كتير قوي، كل الموجودين في كاليفورنيا بيدفعوا ضرائب كتير قوي، بس المهم في الموضوع إن أنت عارف أنت بتدفع ضرائب كتير، لكن أنت مطمن إن الضرائب دي بتروح لحاجات مهمة. الأطفال الأيتام، الأطفال اللي عندهم مشاكل، الأطفال اللي الأسرة زي كده فعلا محتاجين دعم من الحكومة، فالضرائب بتروح ليهم. فأنت ما بيكونش عندك مشكلة في الموضوع ده، لأن أنت بتلاقي الضرائب اللي أنت بتدفعها موجودة في حاجات تانية ما أنا بحسبها مثلا زي الزكاة أو الصدقة. بس الفكرة إن الأسرة زي دي مش هيكون عندها أي مشكلة في الأكل أو في الإيجار أو في السكن أو في العلاج أو في المستشفيات أو التأمين الصحي. مش هيكون عندهم أي مشكلة تماما، وربنا يكون في عونهم على إن هم يحاولوا يربوا ال8 أطفال دول كلهم مع بعض ويهتموا بيهم. لكن بشكل عام المشاكل المادية أو الصحية مش هيكون فيها أي مشكلة أو أي ممكن نقول صعوبات هيواجهوها في حاجه زي كده، لان حتى الادويه ممكن توصل لهم لحد البيت، حتى الاكل ممكن بنك الطعام او ممكن الحكومه توصل لهم الاكل ده لحد البيت لو مش قادرين ان هم يروحوا، لمجرد بس ان هم يقدموا الباسبور بتاعهم، انا اسف، يقدموا الهويه بتاعتهم ويقدموا العقد بتاع الشغل بتاعتهم، او زي ما بنقول عندنا في مصر مفردات المرتب بتاعتهم للمستشفى، والمستشفى او التامين الصحي هيقدر يعرف هم تحت المستوى او فوق المستوى وايه الدعم اللي ممكن يقدموه لحاجه زي كده. هيسالوك مثلا انت عندك اكل في البيت ولا لا؟ لو مراتك لسه حامل، في عندكم اكل، في عندكم كهرباء، في عندكم انترنت، هيعملوا معاك بحث كامل عشان يقدروا يحددوا ازاي يقدر يساعدكم وازاي يقدروا يساعدوا الاطفال دي. الفصل الخامس، العيل بقى يا باشا كبر شويه، بقى عنده 4 سنين مثلا او 3 سنين، لازم يدخل الحضانه. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ الحضانه هنا في كاليفورنيا غاليه جدا. ممكن مثلا يا باشا تبتدي معاك من $2000 في الشهر، $2000 توصل لحد ممكن 6000 او 7000 دولار في الشهر. ده مبلغ كبير قوي، ما يقدرش اسره فقيره عندها او تحت خط الفقر عندها 7 اطفال توائم او 8 دلوقتي يقدروا يدفعوا كل شهر، وفي نفس الوقت لو فضلوا موجودين جنب الاطفال دول مش هيعرفوا يشتغلوا، فلازم يكون في حضانه. طيب هنعمل ايه بقى في مشكله الحضانه والفلوس بتاعت الحضانه؟ هنا بقى هنخش في برنامج Early Learning SF او Early Learning سان فرانسيسكو. ده برنامج حضانه شبه مجاني لكل الاطفال اللي تحت خط الفقر. الحضانه هنا على فكره الستاندردز بتاعتها عاليه، يعني السيفتي، المكان اللي بيلعب فيه الاطفال ده بيكون ممتاز. غير طبعا ان المكتبات العامه اللي موجوده هنا في مكان فيها خاص للاطفال، ممكن الاطفال يروحوا وهم عندهم 3 سنين يقدروا يقعدوا يلعبوا يلونوا ويعملوا، وكمان بيكون في وقت كل يوم القصص. يعني هيكون الامين المكتبه اللي موجود هيكون هو قاعد بيقرا قصص للاطفال زي كده. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها Early Head Start. دي يا باشا برنامج تاني معمول للتعليم المبكر، يعني مثلا المرحله اللي هي الكي جي والحاجات اللي زي كده اللي قبل ما يخش الابتدائي، ده كله بالكامل بيكون مجاني
مع كمان وجبات طعام بتكون وجبتين في اليوم اللي هو الفطار والغداء، وطبعا اي حاجه بتحصل للطفل بيكون مجانيه 100%. حتى كمان لو الطفل عنده مشاكل، سواء مشاكل صحيه او مشاكل زي مثلا صعوبات تعلم او مشاكل يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه، او يعني انا احب كلمه من اصحاب الهمم، الشخص ده بيكون من تحت خط الفقر بيكون مجاني كل حاجه بيدفعها لحد الحضانه. طيب ايه بقى اللي بيحصل بعد الحضانه؟ هنا هنوصل للفصل السادس. الأطفال السبعة أو الثمانية دلوقتي وصلوا بقى عندهم 5 سنين. 5 سنين دول طول الفترة دي أكل وشرب وحضانة وتأمين صحي وكل حاجة، والأسرة معاهم فلوس ومعاهم كهرباء ومعاهم إنترنت ومعاهم إيجار، الدنيا ماشية زي الفل، كل حاجة تمام. العيال كبرت يا باشا ودخلت المدرسة. عندك 8 عيال داخلين المدرسة في أولى ابتدائي. ايه بقى اللي هيحصل معاهم دول؟ اول حاجه يا باشا المدارس كلها الحكوميه ببلاش تماما، وغير كده عندك وجبتين ال8 اطفال دول هياخدوهم، فطار وغدا، وجبات صحيه، وجبات بتراعي احتياجات الاطفال في السن ده او اجسامهم في السن ده من فيتامينات وبروتينات وكل ده حكومه كاليفورنيا بتقدمه للاطفال. دعم الاطفال على المستوى التعليمي، يعني حتى لو الاطفال عندهم صعوبات تعلم زي ما قلت قبل كده، او من ذوي الهمم، او عندهم مشكله في فهم حاجه، بيكون حتى في مدرسين متخصصين بيراعوا المشاكل اللي بتواجه الطلاب. يعني مثلا ممكن نقول لو الطالب عنده ديسلكسيا، لو الطالب عنده ADHD، زي ما كل الناس دلوقتي بتقول ان هي عندها ADHD عشان يعني ما انت فاهم، او لو الطالب عنده اي مشكله نفسيه حتى على المستوى النفسي، بيكون في دعم كامل ومجاني للطلاب دول. طيب ايه كمان؟ النقل، المواصلات، يعني المواصلات من بيت الطالب لحد المدرسه، ومن المدرسه رجوعا للبيت بعد اليوم الدراسي ما بينتهي وبعد ما هو بيخلص شغله في المدرسه، دي بتكون شبه مجانيه. يعني في حاجه بتدفع، حاجات بسيطه جدا بس بتكون شبه مجانيه عشان يضمنوا حتى سلامه الطلاب وسلامه الاطفال دول. هنا وصلنا للفصل السابع في حياه ال8 اطفال، وهي الجامعه. العيال كبرت وعندنا مرحله المراهقه وعندنا كل الزفت ده، وابتدائي واعدادي وثانوي، الحياه جميله. طيب دلوقتي العيال هتخش الجامعه، هنعمل ايه؟ ده الجامعات كلها غاليه هنا. طيب هنا بقى بيخش حساب كان اتبنى او اتفتح للعيال دي اول ما اتولدت، اسمه حساب الادخار لكل مولود في سان فرانسيسكو او في كاليفورنيا. ده يا باشا حساب ادخار بيتعمل اول ما الواد يتولد، عشان بعد كده لما يجي يخش الجامعه يبقى في فلوس الطالب ده او الواد ده يصرف منها. كمان عندهم سنتين، السنتين دول بيكونوا من غير فلوس في الجامعه، مجانيين. ده اسمها فري سيتي كوليدج. ده بيكون لمده سنتين الطالب او ال7 اطفال او ال8 اطفال دول مش هيكون عندهم اي مشكله في اول سنتين ان هم يدخلوا الجامعه ومش هيدفعوا ولا مليم. طب وبعد كده لا يا باشا هيدفع. ليه بقى؟ في السنه الاولانيه انت لسه بتتعرف ايه هي الجامعه وبتعرف المواد بتاعتك. في السنه الثانيه انت خلاص بقيت فاميليار مع الجامعه وقادر ان انت تدرس. السنه الثالثه اشتغل بقى يا باشا. ممكن تشتغل، انا مثلا بشتغل من عندي 13 سنه، نفس الموضوع. وانت في الجامعه ممكن تشتغل، ممكن هتحضر محاضراتك الصبح وبعد المحاضرات هتروح. انت كده كده لو انت موجود هنا في اي مكان هتروح اي سوبر ماركت، هتروح اي كافيه عشان تجيب قهوه الصبح، هتلاقي الموجودين خصوصا بعد الظهر بيكونوا طلاب جامعات. عشان كده انت تديهم تب، يعني عشان خاطر ايه؟ انت عارف ان هم طلاب ومحتاجين فلوس يعني. ودي حاجه انا شايف ان هي كويسه جدا، ان هي بتعلم الطلاب ان هو يعتمد على نفسه. يعني طلاب كتير قوي من بتوعي اللي كانوا عايشين في دبي دلوقتي موجودين في جامعات في اوروبا او في امريكا او في كندا، عندهم المشكله دي. هو متنغنغ ومتريش ومتبغدد في بلده، دلوقتي ايه ده فلوس كتير وانا لازم اشتغل وانا لازم اعمل. فده بيخليهم الى حد ما يعتمدوا على نفسهم، وده اعتقد ان هو مفيد جدا في مساله الجروث او النمو العقلي للشباب في السن ده. طيب هل ده بس اللي بيحصل في الجامعه؟ لا يا باشا. لو الطلاب دول ال8 عيال دول في منهم او كلهم، اتمنى كلهم عيال كده امواس ودحيحه، العيال دي ممكن توصل لمنح. ده بيحصل ازاي؟ مثلا يا باشا هتلاقي التاثير او الجريدز بتاعت الطلاب دول او الدرجات التحصيلي بتاعت الطلاب دول اللي هم بيقدموا بيها للجامعات. حاجه تانية احنا بنعملها كمدرسين، خطابات التوصيه. انا مثلا شايف ان انا عندي الطالب ده
بيحرق نفسه في المذاكره، الطالب ده ممكن تعتمد عليه، الطالب ده كويس، وانت بتكون حاسس وعارف كمدرس. من حقك كمدرس او من حق الطالب ان هو بيقدم على الابلكيشن بتاع الجامعه ان هو يقول ان انا عايز المدرس ده يعمل لي خطاب توصيه ويتكلم عني. ساعتها احنا بنكتب خطابات توصيه للطلاب دول او لاي طالب بصراحه احنا شايفين ان هو يستحق منحه. بياخد هو بيراجعوا هم الخطابات دي وبيشوفوا اذا كان فعلا الطالب ده محتاج المنحه دي او لا، او يستحق المنحه دي او لا. في بعض الاوقات بيحصل مكالمات تليفون، في بعض الاوقات بيحصل زوم ميتنج عشان يتكلموا مع المدرسين بتاعتهم عشان نقدر نعمل توصيه للطلاب دول. انا عن نفسي عندي طلاب كتير قوي لازم اعمل لهم توصيات يعني، وكل يوم بقعد اكتب لي التوصيات دول. بس الاول لازم اقعد اتكلم مع الطالب انت ليه بجد محتاج المنحه دي وانت بتعمل ايه في حياتك. انا بكون عارفهم بس بيبقى ساعات في اسئله بتكون خاصه بالاسره، خصوصا لو الطالب مثلا متبنى، لو الطالب ممكن تقول كده عنده مشاكل. فالجزء بتاع المنح دي بتحصل للطلاب المتفوقين، وكمان بيكون بتوصيه من المدرسين بتوعهم او من الدرجات بتاعتهم. وكمان بيبقى في حاجات تانية زي مثلا الطالب يكون عمل خدمه للمجتمع، يعني مثلا اشتغل في تعالوا نقول مثلا تنظيف شوارع او ساعد في برامج توصيل الاكل للمحتاجين من باقي الطعام، او حتى ان الطالب ده ساعد في اي حاجه في المجتمع زي مثلا مساعده مثلا المشردين، حاجات زي كده. ده بيتكتب ويكون موجود في الحاجات اللي الطالب يقدمها للجامعه وهم بيعملوا كونسيدريشن للموضوع ده وبيتقبل المنحه بتاعته. الفصل الثامن هنا بقى حاجه مهمه جدا. لو تم العثور على رضيع في الشارع او في اي مكان، مبدئيا كده هنا كلنا بنعرف بيجي لك انذار على التليفون يقول لك الحق ده في طفل اختفى، او في راجل كبير اختفى، او في واحد ما نعرفش عنه حاجه بقى مثلا 5-6 ساعات. فبتلاقي المدينه كلها في نفس الوقت تليفوناتها رنت وعرفوا اذا كان في مشكله او لا. طيب ايه بقى اللي بيحصل، او ايه البروتوكول او الخطوات اللي لازم تعملها لو لقيت طفل زي ده؟ اول حاجه يا باشا بتتصل ب 911 الطوارئ. دول بياخدوا الطفل ده على المستشفى وبيبتدوا يعملوا معاه نفس اللي عملوه مع 7 توائم. كل حاجه بتكون ببلاش، كل حاجه. الفكره هنا واللي عجبتني قوي في الموضوع ده ان الطفل اللي لقوه في الشارع هنا الحكومه هنا او البلد هنا بتعتبره ملك الدوله. انت فاهم الفكره؟ ده ابننا بقى، مش ابن الشركه، لا ده بجد. ده طفل انا لازم اديله كل حاجه لان هو فعلا ابني. انا لما كنت بتكلم مع طلاب بتوعي وزمايلي المدرسين اللي هنا في النقطه دي عجبتني الفكره دي قوي، اللي هو عارف انت يعني انت ابننا. فالموضوع ده بصراحه اثر فيا الكلمه اللي هم قالوها دي. طيب ايه اللي بيحصل للطفل ده بعد كل الخدمات والدعم الطفل ده بيديهوله وكل حاجه بتكون تمام معاه؟ بيبتدوا يدوروا له على اسره. مش هينفع نخليه موجود في ملجأ ايتام، فلازم يكون موجود في اسره. طيب في اسره اب وام، ساعات 2 اباء، ساعات 2 امهات. هنتكلم في الموضوع ده كمان ان هنا في كتب بتاعت I have 2 mommies I have 2 daddies، ده حوار تاني هنتكلم فيه. بس هنتكلم ان لو اسره اب وام ما بيخلفوش مثلا، او حتى لو بيخلفوا وعايزين يبقى عندهم طفل تاني او يتبنوا طفل، ايه اللي بيحصل في النقطه دي يا باشا؟ الطفل ده بيحصل على دعم كامل مجاني في اكل، في تعليم، في تامين صحي، في دعم جامعي تماما. الاسره اللي معاه بتربيه بس ما بيصرفوش حتى عليه. الطفل ده بيكون متبغدد تماما، الحكومه هي اللي بتصرف عليه، ده ملك الحكومه. الاسره اللي بتاخده بيكونوا بس عشان يقيموه اخلاقيا، يربوه عشان يحس ان هو موجود في اسره فيها اب وام، او اب واب وابوه، او ام واب، على حسب، مش عارف اللي بيحصل. بس بيكون ده مهم عشان نفسيه الطالب او نفسيه الطفل ده. طيب هل ده بس اللي بيحصل؟ لا، ده بيكون في مراجعه كمان مع طبيب نفسي عشان يشوف لو الطفل ده عنده اي مشاكل نتيجه الظروف اللي بيمر بيها، او لو مثلا في اي افكار بتجيله نتيجه ان هو حاسس ان هو مختلف او حاجه زي كده. بيحاولوا يحسسوه دايما ان هو طبيعي، مفيش اي مشكله، ان هو فعلا طبيعي، هو بس الظروف حطته في الموقف ده. طيب يا معلم كده دي كل الفصول من اول ما الام عرفت ان هي حامل ومبروك لحد لما ال7 اطفال والطفل الثامن يتخرجوا من الجامعه عشان يبتدوا يشتغلوا ويصرفوا ويعيشوا. الحكومه في كاليفورنيا وبالتحديد في مدينه سان فرانسيسكو بتديهم الدعم الكامل معنويا وماديا عشان ما يكونش عندهم اي صعوبات تأثر عليهم وعلى حياتهم، لان زي ما قلت قبل كده هم ملك الدوله، هم
جزء لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي، هم شعبنا، فلازم نعيشهم حياة كريمة. طيب السؤال هنا، مين بقى يا باشا اللي يقدر يخش في البرامج دي؟ مبدئيا كده الامريكي، اي حد امريكي هنا تحت خط الفقر ممكن يخش البرامج دي كلها للدعم المادي والصحي والاكل وكل حاجه. طيب مين تاني؟ طبعا اللي معاه جرين كارد. اي طفل بيتولد هنا على الارض الامريكيه، الطفل ده طفل امريكي وليه كل الدعم ده لو اهله تحت خط الفقر، حتى لو اهله معهم لجوء مثلا هنا ومعهمش لسه اقامه كامله، او حتى هم موجودين بصوره غير شرعيه. الطفل اتولد على الارض الامريكيه هو امريكي، ليه كل الحقوق وعليه كل الواجبات وليه كل الدعم من الحكومه. ده الدعم اللي بيحصل من اول يوم لحد ما بيتخرج من الجامعه. مفيش اي صعوبات بتواجه الاسره دي على المستوى المادي، على المستوى المعنوي، مفيش اي مشاكل بتواجههم، غير طبعا المشاكل الثانيه، المشاكل العاديه اللي بتواجه اي حد. لكن كل الدعم بيحصلوا عليه، دعم للايجار، للكهرباء، للانترنت، للتامين الصحي، للاكل، للملابس، لكل حاجه، للتعليم، كل حاجه لحد ما يتخرج من الجامعه. وده يمكن هو السبب اللي بيخلي كتير من المهاجرين يجوا هنا لكاليفورنيا، بيخلوا كتير من الامريكان ينقلوا يعيشوا في كاليفورنيا. هي اغنى ولايه صحيح، وسان فرانسيسكو اغلى مدينه صحيح، لكن في نفس الوقت هي اكتر ولايه واكتر مدينه بتقدم مساعدات ودعم للناس الموجودين فيها، خصوصا لو كانوا تحت خط الفقر. في النهايه لو عجبك الفيديو ده يعني لايك وسبسكرايب، وشير الفيديو ده مع اصحابك لو بيفكروا ان هم يجوا هنا، و يا ريت لو تكتب لي رايك كمان في الكومنتات عشان لو في حاجه انا قلتها غلط او حاجه نسيتها. والفيديو اللي جاي ممكن اتكلم معاكم عن مقارنه بين الولايات الامريكيه وايه احسن ولايه وايه اوحش ولايه ممكن تيجي تعيش فيها، او لو عندهم اسره كبيره زي كده. السلام عليكم.